حبوبة العرب مقلوبة على الطريقة الفلسطينية كتجي بنينة وكتشهي متبعوش منها. واحد الصلصة خضرا كترافقها كتجي روعة. اول حاجه كناخدو القميله ديالنا كنديرو فيها بصله مشلضه موين، الدجاج ديالنا، معلقه صغيره ديال البزار والملحه، 4 الفصوص ديال 4 الحبات ديال الهيل والقرنفل، كنخليهم يتشحروا مع بعضياتهم، كنزيدو عاوتاني الهيل والقرنفل، 3 الوريقات ديال سيدنا موسى والعطريه ديالنا ديال المقلوبه، وكنرويو بالماء يكون سخون بزاف، كنخليوه يغلى، كنزيدو واحد 5 الفصوص ديال الثومه وضويمه ديال الدجاج. من بعد كنحيدو الدجاج ديالنا من مورا ساعه ما طاب، كنصفيو المريقه ديالنا وكناخدو الدجاج ديالنا كنقليوه، نقليوه حتى تيتحمر، ومن بعد كنحيدوه كنقليو الخضره ديالنا حتى هي الشيفلور، الدنجال والبطاطا. من بعد ما كيتقلى كلشي هما المقادير ديالنا واجدين، كناخدو مطيشه كنقطعوها دواور، اهم حاجه باش ما تحرقش لينا، كنستفوا الدنجال ديالنا كيف ما هكا، كنحطوا الدجاج، كنحطوا البطاطا وشويه الشيفلور، من بعد كنحطوا كيسان 2 كيسان ونص ديال الرز بسماتي، كنستفوا القميله ديالنا في هكا، من بعد كنزيدوا ديك المريقه ديالنا اللي كنطاف فيها الدجاج وكنخليوها حتى تنشف على خاطرها، تنجهدوا عليها ملي يغلى لينا الماء، كنقصوا عليها، كنخليو هذيك البلول حتى تينشف. من بعد كنجيو للصلصه الخضراء ديالنا، كنديروا فيها الحامض، كنقطعوها هكا كيف ما كتشوفوا، كنحيد ليه الجلود ديالو، كذلك العظم باش ما يمررش لينا، كناخذوا الحار ديالنا كنقطعوه، كناخذ هادشي كلشي اللي قطعته كنحطو في مولينيكس، كندير معاه 2 كيسان ديال الماء يكونوا باردين، كنطحنوهم. بغيتو تصفيوها صفيوها، بغيتو تخليوها هكا خليوها. القلوبه ديالنا ها هي وجدات، كنرافقها مع ديك الصلصه الحاره واليوغورت، وبصحه